اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. فيديو النهارده ان شاء الله اكلمكم كده عن مشروع تربية الفراخ البلدي للبيض. ان شاء الله ده مشروعي ان شاء الله باذن الله، ومعاكم خطوه بخطوه يا جماعه للي عايز يبتدي. طبعا الجو دلوقتي كويس ان احنا نجيب فيه الفراخ البلدي. انا بحب تربيتها في الصيف. ما بتحتاجش مجهود منك في التدفئه، ما بتحتاجش تدفئه جامده كده. فبتبقى تربيتهم في الصيف كويسه وحلوه من اول شهر 3 لحد طول معاكي طول الصيف. تمام. دلوقتي بتجيبي مثلا، انا جايبه دلوقتي دولت 100 كتكوت. 100 كتكوت. تمام. ربنا يسهل فيهم يا رب ان شاء الله. مثلا ممكن نصهم يطلع 50 مثلا بربرة، او 55 بربرة، والباقي ديوك. بكبر الديوك وببيعهم. عايزة ابيعهم عمر 20 يوم، عمر شهر، عمر شهر ونص، براحتك. عايزة تكبريهم خالص تسمين وتبيعيهم. تمام. انما انا طبعا جايبة دولت اساسي عشان البرابر للبيض. طبعا انا جبت الكتاكيت. بتجيبيها برضو من مكان انت تكوني واثقه فيه ان هو المكان ده كويس. الكتاكيت اللي بتجيبوها كويسه. انا جبتهم طبعا من ناس برضو بيبيعوا كتاكيت وطيور كويسه الحمد لله. الكتكوت معايا الحمد لله حلو، مناعته كويسه. طبعا انا بما اني همشي من غير التحصينات اللي بيعملوها في المزارع والحقن والحاجات اللي بيعملوها دي، انا هعمل كل استطاعتي ليهم في ان انا ارفع مناعتهم بحاجات طبيعية، وبرضو مع الحاجات البطارية. تمام. خطوة بخطوة كده الحاجات اللي هعملها اقول لكم عليها، عشان اللي حابة تعمل زيي، اللي حابة تجيب زيي، تشجع وتعمل كتاكيت البلدي. مناعتها عالية عن الفراخ البيضاء والحاجات دي. يعني ان شاء الله ما تخافيش من اي حاجة. اعملي وقلبك جامد. تمام. الكتكوت انا جبت الكتكوت عمره يوم. طبعا هما دلوقتي النهارده الرابع ليهم، عمر 4 ايام. تمام. حتى ريش الجناح بدأ يطلع اهو لو تاخدوا بالكم. الكتكوت جبته عمره يوم. جبت الكتكوت ب10 وربع. تمام. انا كنت متفقة مع الراجل على 10، بس لما جيت اخد منه قال لي والله الكتاكيت فعلا رفع، والكتكوت هيبقى 10 وربع. قلت له مفيش مشكلة. فجبنا الكتكوت على 10 وربع. طبعا الروميتين دولت كانوا طالعين عندي من تحت البطة، فحطيتهم اياهم. طبعا كانوا صغيرين برضو زيهم يعني لا هم كبار عنهم شوية، بس قلت ايه اكبرهم معاهم. تمام. آه، المية طبعا اول ما بتجيبيهم بتحط لهم دواء تحصين. بتجيبي تكوني جايبه من البطري معاكي دواء تحصين. بس اول ما بتجيبيهم بتحطي لهم محلول معالجه الجفاف. ده بتجيبيه من الصيدليه. ولو عايزه بس يعني ايه تذكرة محلول معالجة الجفاف اللي بنجيبها للإسهال للولاد الصغيرين دولت، بتفضيها على لتر مية وبتحطيها قدامهم. تمام. يشربوا منها ساعتين 3 وبعدين تغيري المية وتحطي دواء التحصين اللي البيطري مديهولك. تمام. لو ما ادهولكيش مع الكتاكيت بتقولوا انا عايزه دواء تحصين ليه. ده اول 4 ايام محلول معالجه الجفاف، وبعدين دواء التحصين بتاعهم. تخلصي دواء التحصين تبداي تحط لهم املاح معدنيه في الميه بقى. بالنهار مثلا املاح معدنيه، وطبعا بالليل بتحطي فيتامينات. طبعا هو الجو دلوقتي انا ما بشغلش نور خالص بالليل. حتى تشوفوا انا حاطه لمبه اهوت، مش بشغلها. لو احتجت ليها بالليل ولقيت الجو مستاهل ان انا ايد لمبه بايده. تمام. مفيش ممكن ما ايدهاش. لكن بالنهار الجو نار لوحده. يعني انا هبقى اوريكم في الايالة كمان بيبقى الجو نار. ماشي. آم، طبعا انا كنت عامله فيديو ازاي برضو ترطبي الجو بتاع الطيور معاكي. تخلي يعني ترطبي عليهم الدنيا شويه، عشان احنا عارفين الدنيا لما بتبقى حر قوي الكتاكيت بتتعب وممكن لا قدر الله تموت منك. فانت ممكن تعملي لهم كام حاجه كده تظبطي الدنيا بيهم. اللي طبعا محتاجه الفيديو ترجع له تاني، هو اللي هيبقى ان شاء الله الفيديو اللي قبل ده على طول. تمام. الكتاكيت احنا ماشيين معاهم بحاجات طبيعية، وهنعمل لهم وصفات طبيعية، وكل حاجة هنمشي بيهم، وجرعة كوكسيديا، جرعة كوليستريدي، اي حاجة تحصل لهم ان شاء الله هتابع معاكم. طبعا زي ما قلت المشروع ده مربح ولا لا؟ ده طبعا مش هقول لكم هسيبه لوقته، لان انا مجربه. انا بربي الفراخ البلدي دي على طول، بس لسه ما جبتش. اول مره اجيب بصراحه العدد ده. طبعا ده عدد بسيط بالنسبه للناس الكبيره يعني، بس الحمد لله ربنا يرضينا منه ان شاء الله باذن الله. اللي يطلع منهم برابر زي ما يطلع ان شاء الله ربنا يرضينا منهم. ان شاء الله حاجه جنب بيتك بتعمليها.
ربنا يرزقك منها يا رب ويرزق الجميع. طبعا انا كنت جايبه 10 فرخات قبل كده وربيتهم وكبرتهم لحد ما باضوا. انا عايزه اقول لك ان هم 9 فرخات وديك، ان انا باكل منهم لبيتي، باخد منهم لبيتي، وكمان بيتوفر مني ان انا ببيعه. تمام. البيضه دلوقتي ب5 جنيه وب6 جنيه، فان شاء الله ربنا يرزقنا منهم رزق حلال طيب يا رب، احنا وأمة محمد. فاللي عايزة تعمل المشروع ده يا جماعة والله مشروع حلو جدا، وان شاء الله هعمل لكم برضو فيديوهات عنه كتير بإذن الله. اللي لسه اول مرة يا جماعة يشوف فيديو ليا، اشترك في القناة ان شاء الله يستفاد من اي معلومة بقولها. ان شاء الله اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك مني اي فيديو بعمله جديد اول باول. تمام. خلاص كده انا قلت اول 4 ايام المهمين في بداية انك تجيبي كتاكيت من عند البيطري. دول اهم 4 ايام، كمان ان الفرخ يبقى كويس معاكي ومشي كويس. آه اهم حاجة تظبطي له الجو بتاعه. خلاص كده كتكوتي ماشي معاكي وما يوقفش معاكي ولا يتعب ولا يجرى له اي حاجة ولا ياخد لطشة برد ولا كده. تمام. زي ما احنا شايفين الكتاكيت كويسة اهوت، ما فيهاش اي حاجة. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه ولو استفادة بسيطة. اتمنى تحطوا لايك للفيديو يا جماعة، هيرفع الفيديو معايا ويدعمني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.